كده حبايب قلبي انا كده وصلت العتبه. انا كده في ظهري حديقه الازبكيه. حاولت اصور لكم تحت في المترو الاتجاه هنطلع من انهي اتجاه، بس الامن تحت منعني، قال لي لا ما ينفعش تصوير جوه المترو وناخد اذن. حاولت اخد اذن عشان اصور ما عرفتش خالص. على العموم الاتجاه اللي احنا هنطلع منه هنلاقي يافطه كده مكتوب عليها شارع عدلي، شارع الجمهوريه، ميدان الاوبرا، شارع الاوبرا، ده اللي هنطلع من جنبه، السلم اللي جنبه هنطلع. هنلاقي حديقه الازبكيه على طول على شمالنا. انا هوريكم دلوقتي سلم المترو، هوريكم حديقه الازبكيه فين وهنمشي ازاي. تمام كده حبايبي الاتجاه اللي انا طلعت منه المترو اهو. تمام وادي حديقه الازبكيه اهي. احنا بقى هنمشي كده جنب سور الازبكيه كده على طول. تمام هنلاقي تقاطع هنعديه ونكمل. شايفين كده حبايبي ده سور الحديقه الازبكيه اهو ماشي. انا مشيت من جنبه وبعدين لما وصلت كده اخره ما لقيتش فيه طريق للتعديه خلاص. تمام فانا ايه خرجت كده من البوابه دي. شايفين كده في لفه هناك اهي، ده نفق هنمشي كده من جنبه وايه وهنلف وهنعدي الناحيه التانيه كده. شايفين الاتجاه ده؟ احنا كده هنمشي كده من جنب النفق وهنعدي الناحيه التانيه. تمام شايفين كده حبايب قلبي تمثال ابراهيم باشا اهو. هنمشي من جنبه كده اهو. هنلاقي الشركه كده على ايه على شمالنا قدام شويه. تمام لما اوصل هناك هوريكم الشركه ان شاء الله. الشركه هي يا جماعه الشركه المصريه للبذور والزيوت والكيماويات. تمام قدامها الناحيه التانيه مسجد اسمه الكخيه اهو. خلاص تمام ده اسمه، هي قدام المسجد على طول. دلوقتي بقى انا هدخل الشركه اجيب لكم مواعيد العمل واجيب لكم اسامي وعناوين الفروع وارقام التليفونات، وان شاء الله هشتري المنتج واشوف بقى الاسعار ايه وفي منه احجام ولا لا. ولما نروح البيت ان شاء الله اوريكم المنتج ونشوف ان شاء الله طريقه استعماله ايه. الحمد لله رجعنا بالسلامه حبايب قلبي. كده خلاص المنتج اهو، هو ده. تمام ودي الشركه اللي انا جبت منها اسمها اهو، ودي شنطتها ودي الفروع والارقام. ان شاء الله هسيبها لكم صوره كده على الفيديو بامر الله. طب ايه طريقه الاستعمال بقى؟ المفروض غطا من هنا من الازازه دي، بص الغطا بتاعها كبير على لتر ميه. تمام انا عندي البخاخه دي اقل من لتر، دي ميه. تمام هعمل ايه بقى؟ افتح البخاخه كده بسم الله اهي. هقول لكم الاسعار وهقول لكم كل حاجه دلوقتي. افتح بس دي واجي. شايفين كده حبايب قلبي انا ما فتحتهاش كلها اهو. انا هاخد منها غطا الا ربع على قد البخاخه اهو. شايفين كده هحط على الميه بسم الله. شايفين بقى لما اجي بقى ارج البخاخه هيبقى لونه عامل زي اللبن كده. خلي بالكوا على اطفالكم، ابعدوا الحاجات دي عنهم خالص. وهقول لكم ازاي دلوقتي ترشوا. بصوا دلوقتي اهو، خلي بالكم من اطفالكم لان لونها عامل زي اللبن اهو زي ما انتم شايفين اهو. شايفين عامله ازاي اهي. نقفل بقى الازازه. بالنسبه للعبوه دي انا قلت لكم ان انا مش جايباها ليا، انا جايباها لحد طلبها، فانا قلت بالمره اعمل فلوج علشان تعرفوا المكان.
انا استأذنته ان انا اخد منها غطا واحد، طبعا اخدت اقل علشان خاطر اوريكم هيبقى شكله عامل ازاي وازاي طريقة الاستعمال. فانا مستأذنة صاحب العبوة. تمام يا حبايبي؟ شايفة كده حبيبة قلبي؟ بصي بعد ما اترج لونه عامل زي اللبن. بالله عليكم يا جماعة خلي بالكم من ولادكم، الولاد الصغيرين مش هيفهموا الريحة، هيفتكروه لا قدر الله لبن. خلي بالكم بالله عليكم، اول ما تخلصوا ارموا الباقي او شيلوه في مكان بعيد عن ايد الولاد. تمام؟ هتلاقي ان شاء الله مواعيد العمل والعناوين وارقام التليفون موجودة في صورة على الفيديو. تمام؟ وكمان انا هسيب لكم العناوين ومواعيد العمل في صندوق الوصف. بالنسبة لمواعيد العمل هي من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل كل يوم، ما عدا الجمعة والحد من 9 الصبح ل7 بالليل كل يوم موجودين، ما عدا الاجازات الرسمية. خلاص تمام؟ لما حضرتك تيجي ترشي او زوجك يرش لازم تبقوا لابسين كمامة، الكمامة تكون مبلولة. تمام؟ ما تكونش ناشفة، تكون مبلولة. طبعا ما اكثر الكمامات عندنا دلوقتي، ربنا يرفع عننا يا رب البلاء والوباء بامر الله. تمام؟ هترشي مثلا الشقة كلها، يبقى حضرتك لازم الولاد يكونوا بره، لازم الولاد ما يكونوش موجودين في الشقة. ده لو هترشي الشقة كلها مرة واحدة، يكون الشبابيك كلها مقفولة وحضرتك لابسة كمامة مبلولة، دي اهم حاجة. والشقة تتقفل خالص مش اقل من 4 ساعات. لو حضرتك هترشي اوضة اطفالك دخليهم اوضة واقفلي عليهم كده بالراحة واديهم العاب يلعبوا، وحضرتك مع نفسك لازم تكوني لابسة كمامة مبلولة، لازم مبلولة. اوعي تلبسي كمامة ناشفة لان ريحته قوية، خلي بالك ان ريحته قوية عشان حضرتك ما تتعبيش. تعالي بقى لطريقة الرش. هنرش مثلا اوضة النوم، هنرش جوه الادراج، هيتفضى كله طبعا، هيترش جوه الادراج، جوه الدرج بتاعت الدولاب، جنب الدولاب كده على الارض، الكومودينو، الملل بتاعت السرير، اي حاجه فيها يعني اي اوضه طايله الحشرات، نمل او لا قدر الله صراصير او اي حاجه احنا عايزين نرشها لازم تترش كلها. الانتريه هنشيل الشلت ونرش من تحتيه ومن تحت خالص عند الرجول والظهر بتاعه. تمام؟ اركان الاوض، الحمامات، ورا القعده، ورا الحوض، حوالين البانيو، في الاركان بتاعت الحمام. تمام؟ تعالي بقى يا حبيبه قلبي على المطبخ. بالنسبه للمطبخ حضرتك هتشيلي كل الحاجه، الادوات اللي بتاعت المطبخ، المعالق والشوك والسكاكين والحلل والصواني والاطباق والكوبايات، كله هيفضى ما عدا ايه يا عسوله؟ ما عدا الادوات الكهربائيه، الكبه، المفرمه، الخلاط، الحاجات اللي فيها اخرام ديت، علشان خاطر لا قدر الله لو صراصير او نمل هتلاقيها جواها. فانت كده يومين وهتلاقي الحاجه دي طلعت ولا كانك عملتي حاجه. اتفقنا؟ فانت ما ترشيش الاجهزه الكهربائيه، لا انت رشي المطبخ عادي، بس خلي الادوات دي على الرخامه. طبعا الصراصير الريحه هتبقى نفاذه، هيجوا يطلعوا هيشموا من الريحه خلاص هيموتوا هما كمان. اتفقنا؟ اتفقنا. ده بالنسبه للحشرات. لسه في حاجه تاني، الصراصير، النمل او اي حشرات صيف من ما شاء الله لا قوه الا بالله من اول مره وما بترجعش تاني لمده سنين، بسم الله ما شاء الله. طيب تعالي بقى يا حلوه للصراصير. الصراصير كل الصاحي، كل اللي بيمشي كبير صغير كله بيموت بعد اسبوع، بعد 10 ايام. معلش انا اسفه جدا، لازم حضرتك تكرري عمليه الرش تاني. ليه بقى؟ علشان بيض الصراصير، بيض الصراصير بيبقى لسه ما فقس، فحضرتك خلاص بعد الريحه ما تنتهي خالص هتلاقي الصراصير دي طلعت تاني، شهر بالكتير هتلاقي شقتك اتملت تاني. فمعلش بعد اذنك تكرري العمليه دي بعد اسبوع او 10 ايام عمليه الرش تاني. تمام؟ بعد بقى المره دي لا قدر الله ظهر حتى لو صرصار واحد نكررها للمره الثالثه والاخيره، وان شاء الله ان شاء الله مش هتشوفي صرصار عندك بالسنين، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله 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 عن تجربه. طيب ده بالنسبه للحشرات. طيب مثلا في فران لا قدر الله، الاوضه او المكان اللي حضرتك عارفه ان فيه فار، رش في الاركان، الفار هيشم الريحه يا اما هيموت يا اما هيهرب من الشقه كلها. اتفقنا؟ اتفقنا.
طيب معلش انا اسفه جدا للي انا هقوله دلوقتي. انا قاعده في منطقه شعبيه زي ما انتم عارفين، عندنا بيوت بلدي. معلش القطط والكلاب ساعات بيطلعوا في البيت، وسوري يعني بيعملوا بتبيع عند باب الشقه. ناس كتير بتعاني من الحكايه دي، ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. ساعات ناس تقول حطوا مرايه، وساعات يقولوا حطوا ازازه ميه وحاجات كده غريبه، ما بتجيبش نتيجه، لان انا جربت كل ده. حضرتك هترشي بس ايه على عتبه الشقه بختين 3 من السائل دوت. بصي مفيش بقى لا قطه هتهوب ولا حشره هتخشلك من باب الشقه ولا اي حاجه. اتفقنا حبايب قلبي؟ بصي كده حبيبه قلبي، العبوه دي 900 مللي اهي، شايفه؟ 900 مللي دي ب 160 جنيه. بصي كده اهي، يا رب تكون واضحه، ب 160 جنيه. تمام. طيب في منها من نفس النوع دوت عبوه صغيره 240 او 250 مللي ب 45 جنيه. بس طبعا الكبيره دي اوفر. حضرتك ممكن مثلا لو المبلغ مش معاكي او المبلغ كبير عليكي تقسميه انت واخواتك، انت وجيرانك. اتفقنا؟ بس صدقيني فعال جدا جدا جدا. الشركه دي يا جماعه فيها اسمده، وفيها بذور لجميع الفاكهه والخضار، وفيها صابون سائل خام، فيها كل حاجه تتخيلوها، وسماد صناعي وسماد طبيعي، وكله مستورد، كله حاجات تحفه. فالشركه دي جميله جدا جدا جدا. لو حضرتك مهتميه بالزراعه، لو حابه تزرعي اي حاجه في حديقه منزلك او فوق السطح او في البلكونه عندك، زوري الشركه دي وان شاء الله هتنبسطي من كل حاجه موجوده فيها. اتفقنا حبايب قلبي؟ لو عجبك الفيديو حبيبتي اعملي لايك وشيري الفيديو، لانه مهم جدا 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 وهينفع ناس كتير، وربنا يجازينا كلنا خير بامر الله. وسيبي لي بقى كومنت قولي لي محتاجه ايه او تسالي عن ايه، ارد عليك ان شاء الله. واشتركي في القناه بسرعه لو ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان كل جديد مني يوصلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.